واخيرا بقيت حر. شكل مكان العمليه، ازاي تعمل عضلات من الكاليستنكس. هوريكم ابديت سريع كده للفيزيك. مميته. احلى كابتن في الدنيا. ما تخليش ايدك مجرد ان هي ماسكه كده، لفها فوق. صباح الفل. عدى دلوقتي فتره مش قليله على ما فكيت الجبس. قعدت شويه بالعكاز بعد كده لحد ما شلته، والحمد لله بقيت بمشي عادي. عندي حماس غير طبيعي للشغل والتمرين وكونتنت وكل حاجه. فانا قررت ان انا هبدا فلوجز مع محتوى اليوتيوب. محتوى اليوتيوب راجع ان شاء الله. الفلوجز دي هتكون عشوائيه تماما، رو، مش مخطط لاي حاجه، مش عارف شكلها اصلا هيطلع عامل ازاي، فمش عارف برضه هتعجبكم ولا لا، بس خلينا نشوف. والفلوجز دي نعملها عموما عشان ابين حياتي، بتمرن ازاي، بعيش ازاي، شويه حاجات كده عايز اتكلم فيها، لان انا ما كنتش بتكلم مع حد خالص، فحاسس ان في عندي طاقه رغي رهيبه وهطلعها عليكم. فيا رب تكونوا جاهزين للموضوع ده. عندي دلوقتي شغل في الجيم، فهغير وننزل مع بعض. جزء بقى من الفلوج هيكون ان انا هوريكم وانا بمرن حد، فجايز تلاقوا شويه حاجات كده ايه تفيدكم في التمرين برضو. فخلينا نشوف، يلا بينا. دلوقتي هنروح الجيم. وحشني بقى جدا ان انا ادرب في الجيم. بقالي فتره كبيره ما دربتش حد، وفكره ان انا ادرب حد دي انا بحب اعملها قوي. يعني هو بالنسبه لي مش مجرد شغلانه، انا بحب امرن الناس. لو قعدت فتره ما مرنش حد ما ببقاش مبسوط، من اكتر الحاجات اللي بتبسطني. دلوقتي عندي سيشن مع مصطفى كمان، هستغلها ان انا اوريكم بنشتغل على ايه الحاجات الضعيفه عنده ونصلحها ازاي. جاهز؟ يلا بينا. يلا بينا. نبدا نورم اب. ارجع بايدك ورا كمان، ثبت نفسك، يلا جو. هنبدا بالبول ابس. اول ست عايزك تجرب البول ابس العاديه بتاعتك، عايز اشوف وصلنا لفين. 4 5. حلو قوي. رينج اوف موشن احسن مما كنا بنعمله في الاول. اللي بعدها هنشتغل بارشل ريبس، عشان انت النص اللي عندك هو اللي ضعيف، فهنشتغل عليه دلوقتي، هنفوكس عليه في السات اللي جايه. الجزء اللي في النص بس. الجزء اللي فوق بس، يعني هبقى فوق هنزل واطلع بس في الحته اللي انا ضعيف فيها. جامب مش لازم تتعب نفسك. ايوه انزل اطلع تاني. حاول تسكويز فوق على قد ما تقدر. البول اب عشان تسهل عليك وتعمل عدات اكتر، ما تخليش ايدك مجرد ان هي ماسكه كده، لفها فوق تمام، وحاول ان انت تفضل قافش عليها كده، ما تخليهاش تنزل، لان لما تنزل تحت انت محمل على الصوابع بس، فده يصعب عليك التمرين. نعمل ديبس. عايزين نحاول ننزل بقى ايه، الكتف يبقى تحت مستوى الكوع. 2 شد بطنك وجلوتس. 3 جامد. جسمك شادد ولا حاسس بيها هنا. ترايسبس؟ وطبعا هنا عشان حته الجريب اللي الجريب نفسها، الجزء ده بيضايقك. بتحس برضه مش مؤلم قوي يعني، بس اللي هو فيه سنه كانه منمل كده يعني. هو هتلاقيك دايس على النيرف، بحرك بس ايدك شويه، وفي نفس الوقت هي كده كده بتوجع لان انت بقالك كتير ما بتعملهاش، فهتتعود عليها. حاسس ان هي بالظبط. حلو. انزل بظهرك كمان كمان كمان، بس هولد هنا، اتنفس، حاول تبص قدام سنه صغيره بس، اثبت هنا بقى كده. اللي بعده بقى نحاول نرجع ركبتنا ورا شويه. بس اظن كل ما نفرد رجلينا بعد كده الموضوع يعني هترتاح، بس هي يعني انا من عن نفسي دي اكتر حركه ما بحبهاش برضو في الكاليستنكس من اول ما بدات. الفرونت عكسها، يعني هي مريحه جدا بس صعبه، اصعب بكتير من الباك ليفل، فهي صعب تتعلمها، بس بعد ما تعملها بتلاقيها مريحه اكتر من الباك ليفل، رغم ان هي اصعب يعني. اوكي انزل كمان، انزل الاول كمان. اوكي رجع بقى ورا شويه. حلو. هولد هنا، ما تخليهاش تطلع، شد بطنك كانك بتكتم نفسك كده، وزق دورة زق دورة. حلو حلو جامد. احسن دي حسيت بيها جامد. عاش. دلوقتي هطلع نتمرن، تعالوا اوريكم تمريني عامل ازاي. هنزل دلوقتي اجيب حاجه اشربها عشان نفوق، عشان انا مش حاسس ان انا فايق خالص دلوقتي. صور فلوج ان انا بجيب دي دلوقتي، فقال ايه تطلع في الفلوج. يلا بينا ناخد احنا الصوره ودي بتصور هنا تاني. حبيبي احلى كابتن في الدنيا. حبيبي كمل تمرين بقى. ماشي حبيبي، مع السلامه. بنبسط قوي لما اقابل حد والاقيه بيقول لي انا متابعك او اتمرنت على فيديوهاتك وعملت نتيجه كويسه، الحاجات دي بجد بتخليني يعني عايز اكمل، بالذات على اليوتيوب، لان اليوتيوب هو اكتر حاجه الناس اتعلمت من عليه، واكتر حاجه انا مقصر فيها، فعايز ارجع عليها تاني. فان شاء الله ايه هرجع بشكل مستمر الفتره الجايه. يلا بينا نشرب ده ونطلع ناخد التمرين. هوريكم دلوقتي اكتر مكان بحبه في الجيم. الاوت دور اريا. هنا بقى الهدوء كله، الجو الحلو. دي اريا الكاليستنكس اللي بتمرن فيها.
اول بقى تمرين هعمله مش هوريه لكم عشان دي حاجه انا بجهز لها، عايز بس اوريها لكم لما تخلص، هتمرن عليها وهوريكم من التمرينه الثانيه. منظر الغروب من هنا بيبقى حلو قوي، بس انا طلعت متاخر النهارده فما لحقتوش، بس الشمس تبقى هناك هنا، هوريها لكم في فلوج تاني. نبدا بقى التسخين. النهارده انا عندي تمرينه بول، بس انا برضو بحب اسخن عضلات البوش، اسخن كل العضلات لان كده كده بنستعملهم في كل التمرينات. الفرق بس ان النسبه في استخدامنا بنحمل على اني ماسل جروب او اني مجموعه عضليه اكتر. فانا عموما بحب ان انا اسخن كل العضلات، بحب اسخن بالباند، بعدها ابتدي ان انا اسخن بقى بايه، موفمنت اسهل شويه. اوكي، يعني تسخين سريع كده. عندي بطوله بكره ساحل، البطوله دي انا نظمتها في 10 ايام بس، فانا وبقيه التيم اللي شغالين عليها. في نفس الوقت انا عندي ضغط كبير قوي في الشغل عموما، ان انا البطوله دي طبعا واخده وقت كبير ومجهود وتركيز وهندله ناس كتير، زائد ان انا شغال على اونلاين كوتشنج بدرب، فبرضه مش عارف لسبب ما فجاه بقى الاسبوع ده كله الفيدباكس بتاعت الناس، فبرضه ضغط كبير من ناحيتها، بلس الشغل هنا في الجيم، بلس بقى السوشيال ميديا. يعني انا بعمل فلوج دلوقتي اهو، فانا قلت لازم اصور فلوجز، لازم ابقى كونسيستنت على يوتيوب. فبحاول دلوقتي اعمل حاجه اجمع كل الحاجات اللي انا بشتغل عليها مع بعض في نفس الوقت، ودي حاجه ما كنتش بعرف اعملها ومش سهله دلوقتي خالص، بس هنشوف، هحاول وربنا يسهل. عضلاتي الى حد كبير فايقه، بس حاسس ان انا يعني منتلي بقى ذهنيا مش فايق قوي، اظن عشان عضلاتي مريحه بقى لها حبه، بس ذهنيا من المجهود بتاع الشغل، حاجات كتير اللي بفكر فيها مش فايق، فمش قادر اتوقع التمرين هيبقى عامل ازاي النهارده، بس خلينا نشوف. النهارده انا عندي بول، فانا هبقى شغال على تاتش، بول ابس، بريسز بتاعت التاتش. برضو انا عايز اعمل فيكتوريان بريسز، عايز اظبط الفيكتوريان بريسز بتاعتي، كده كده الفيكتوريان معايا، بس عايز اعلي الانديورنس فيها وعايز اشتغل على البريسز. طبعا التمرين اللي قبل ده كان صعب شويه فهياخد من الباور البول عندي، بس هنشوف بقى يعني، لو جت ما جاتش هشوف اعمل ايه بدلها. اوه تمام، يعني البريس وانا بزقها لفوق كده ما طلعتش قوي. شفتوا الحته اللي انا جسمي عمل فيها كده، انا عايز اجيبها كلها من ظهري مش رجلي اللي تسحب. طبعا كده كده الفيكتوريان بالطريقه اللي انا بعملها بيها، اللي انا عايز اعملها بيها، اللي هي اطلع كده، دي قليل قوي اللي بيعملوها على مستوى العالم. يعني معظم الناس اللي هتلاقيهم بيعملوها هتلاقيهم بيرفعوا الجزء ده، هتلاقي الزاويه ما بين الدراع هنا وهنا مش بتتفتح كده. اللي انا بقى شغال عليها اصعب بكتير ومحتاجه موبيليتي عاليه هنا، ان انا زق كده. دي ما كانتش وحشه، بس هحاول اللي جايه ان انا اطلع على طول. احط تايمر بريح في التمرينات دي، يعني 4-5 دقائق، في دقيقه اريح 4، عشان انا اللي هممني دلوقتي ان هي تيجي صح، مش هممني قوي ان انا اعمل حركات ورا بعض، يعني مش بعمل كومبوز دلوقتي، فرايح براحتي خالص. وحشني قوي بقى ان انا ارجع على الساحه، روح بطولات. يعني مش قصه ان انا بقى اكسب بطولات، بس انا عايز اشارك في بطولات، بحب جو البطولات قوي. اللي شاف الريل بتاعي اللي بقول فيه انا ليه بحب البطولات هيبقى فاهم الموضوع ده. ومؤخرا حسيت ان انا حابب اتكلم اكتر عن ليه بعمل الحاجات، ليه بحب كذا بحب كذا. اللي متابعني من زمان برضو عارف ان انا عمر، اللي هو زيكم انا عمر الجبلي، والنهارده هنتعلم كذا وبس. مش بخلي الموضوع في اي حاجه عني قوي، بس واحده واحده بقى حسيت ان انا عايز اتكلم عن ليه بعمل كده، ازاي بتمرن، ازاي باكل، ازاي بفكر في كل حاجه. وده بدا معايا لما لقيت الناس بتسالني. انا دايما على السوشيال ميديا كنت بحس ان هو انا هتكلم عن نفسي ليه؟ اللي جاي عايز يتعلم ازاي يعمل عقله، ازاي يعمل كاليستانكس، محدش مهتم يعني انت عايز تعمل ايه. بس مع الوقت لقيت ان في ناس بتسالني، وبعدين قلت يا اخي احنا بني ادمين عادي بنتكلم مع بعض، والناس بتبقى عايزه تسمع من التانيين يعني، فما تعقدهاش قوي كده. بس فقلت خلاص بقى نبدا نتكلم. صعبة قوي. Hey Siri set the timer for 4 minutes. نعمل بقى اخر ست، ما ريحتش 4 دقايق بس قشطه، وزي ما تيجي بقى عشان ايه، زهقت من كتر الراحه بصراحه. مميته، بس الحلو فيها ان ايه، العضلات الصح بنسبه كبيره شغاله، فده بيدل على ان هي هتتمرن فهتبقى احسن، فهعملها بالفورم الصح. مشكله معظم الناس لما تيجي تمرن اي حركه في الكاليستانكس، لو هو ما بيمرن
بفورم غلط وخلاص هو بالنسبه له انا هفضل اعمل الفورم ده دايما، ما بيشغلش العضلات قوي اللي هي المفروض تشيل الحمل عشان تعملها فورم مظبوط. فاللي بيحصل مع الوقت ان العضلات التانيه بتقوى، العضلات دي ما بتشتغلش قوي فبتفضل ضعيفه، فالجاب بيزيد، فبيبقى صعب قوي ان هو يحسن الفورم او يصلحه. لكن لو انت بتعمل باد فورم كجزء من البروسيس ده تمام، يعني هبقى اتكلم معاكم مره عليه. دايما وانت بتعمل باد فورم خلي في دماغك ان انا الهدف بتاعي اعمل جود فورم، بعد كده اعمل فورم كويس. بما ان الحته دي منوره اكتر بقى، فخلونا نجيب المتوازي هنا ونشتغل على التاتش بول اب دلوقتي. خلينا كده. كان لسه في بنوته صغيره جت هنا حاولت تتعلق في العقله بتجرب تسوينج، فاتكلمت معاها شويه قلت لها جربتي تعملي بول اب؟ قالت لي مش بعرف، فوريتها تعملها ازاي بالباند، عرفتها ازاي تعلق الباند ازاي تعملها، فانبسطت قوي وهي بتعملها. بس انا ما صورتش طبعا عشان ما لقيتش حد من اهلها ان انا استاذن منه ان احنا نصور يعني، بس هي لذيذه قوي انبسطت قوي. بعدين قلت لها بقى عارفه ايه اللي اصعب من البول اب؟ قالت لي ايه؟ فوريتها الماسل اب انبهرت قوي، فحاسسها هتكمل في الكاليستينكس. هشوف. اوكي دلوقتي انا هعمل تاتش، هعملها بالباند عشان لسه مش بعملها من غير باند. هعرف اعملها بس انا عايز اعلي فوليوم شويه، مش عايز اعمل عده واتنين. مش عارف بقى هعمل عدد قد ايه ولا هتيجي اصلا عامله ازاي، خلونا نكتشف مع بعض. دلوقتي طبعا لسه في مرحله ان انا برجع، فشوف بقى الماسلز بتاعتي هتادبت ازاي. بسم الله. واو، البولينج حلو، حاسس فيه باور في البول، بس الثبات بعد البول بقى اللي لسه مش قوي. يعني خدت قرار دلوقتي ان انا هجرب الست دي من غير باند، اشوف هو انا وضعي عامل ازاي. بسم الله. حالة ميؤوس منها. بس انا فعلا حاسس قادر ابول، يعني انا كان ممكن اعمل بول ابس اكتر، حاسس فيها باور يعني، بس ان انا هولد بعد ما اشد هي دي الاصعب. فخليني بالباند شويه، لسه مش دلوقتي. بكره عندي بطوله في الساحل، دي اول بطوله هعملها في الساحل، والمفروض ابقى صاحي او مش ابقى صاحي، ابقى في مكان معين اللي هنتجمع فيه الساعه 5 الفجر. فانا مش عارف اعمل كده ازاي. انا شارب قهوه وشربت سي 4، ده عاده مش بجيبه يعني، بس النهارده لقيته كده في جورميه تحت فنزلت جبته. فمش عارف اعرف انام ولا لا يعني. يوم هيبقى طويل، كنت عايز اصور لكم فلوج بس مش هيبقى معايا حد يصور، دي مشكله. وانا مش هعرف اصور الفلوج بنفسي لان انا اصلا هبقى مسحول في اليوم، وطبعا في يوم البطوله في مشاكل وفي حاجات كتير بتحصل وتحلها، فده هعرف اصور فلوج ولا هعرف ادير البطوله كويس. فمش هصور فلوج، ممكن اصور ريل هحاول، بس غير كده مش هعرف. مميتة. بس اللي عجبني ان ظهري في حتت ما كانتش في العادي بتشتغل شغاله، ميد باك بالذات، ظهري من هنا، وده انا عايز اطوره اصلا، عايز اكبره هو اللور باك عشان يبقى مناسب لبقيه جسمي. مشكله برضو في الكاليستانكس يعني، بالذات في اللي انا مختاره ده، انت بتحدد بقى ايه تبقى سبيسيفيك قوي، وانا مشكلتي عايز ابقى جامد قوي هنا وجامد قوي هنا وجامد قوي هنا، وده طبعا يعني ما بتلاقيهوش بيحصل، نادرا يعني، ولو عملته هتحتاج ان انت تاخد وقت كبير. انا بتكلم عن ايه بقى؟ انا دلوقتي عايز بيرفورمانس، اداء، فعايز ابقى بعمل حركات معينه وحركات كتير ومتنوعه، في نفس الوقت عايز شيب كويس وماسل ماس كويس، وبعمل حاجات كلها عكس بعضها. يعني انا لاعب فري ستايل، اللي بيلعبوا فري ستايل انت اصلا دلوقتي بقى صعب ان انت تلاقي لاعب بيعمل ستاتيك ودايناميك، يا اما بتلاقي ناس مركزه في الاستاتيك قوي وناس مركزه في الدايناميك قوي، ودول جامدين قوي هنا ودول جامدين قوي هنا بس واقعين في التاني، يا اما بتلاقي حد ايه يعني بيمشي نفسه هنا وشويه هنا وشويه هنا، لان فعلا الحركات سواء دايناميك او ستاتيك بقت صعبه قوي، بقت متطوره قوي، محتاجه ان انت تفضل تتمرن عليها كتير، فان انت تبقى جامد في الاثنين صعب قوي. ده اذا كان اصلا في الاستاتيك بتلاقي ناس انا بعمل بلانش بس، فانا بعمل بلانشات بالفاريشنز بتاعتها، بس في الفرونتات هتلاقيني تعبان، او العكس تلاقيه في الفرونتات جامد وفي البلانشات مش قد كده، والاثنين بقى ما لهمش في الدايناميك، وتلاقي على الناحيه الثانيه واحد دايناميك بس ملوش في حاجه هنا. ومع كل دول بقى بتلاقي ايه اصلا وزنهم قليل وقصيرين. انا بقى عايز اعمل عكس ده كله، يعني انا الفرونتات عندي اقوى من البلانشات بكتير، فانا حاليا شغال على ان انا اعلي مستوى البلانش، اقربه للفرونت، وهانت يعني قربنا، وفي نفس الوقت انا عايز وزني يبقى كبير. يعني هو مبدئيا انا طويل بالنسبه للاعبين الكاليستانكس، فالطول ده بيعمل مشكله، وكمان انا هيفي ويت، انا وزني تقيل، فاصلا انت لما بتلاقي هيفي ويت بتلاقيه يعني اللي هو كتر خيره لو عرف يعمل مثلا فول بلانش، كتر خيره لو عرف يعمل تاتش. فان انت عايز تبقى اكستريم في الحاجات دي وجامد فيها، بلس ان انت عايز تكبر وزنك ويبقى عندك عضلات، فانا بعمل باكج كده صعب قوي تتعمل ومش
واقعيه قوي، بس اشتغل عليها. انا بصراحه مؤمن ان انا اقدر اعملها. اقدر اعمل ايه؟ مؤمن ان انا اقدر ابقى قوي جدا في الفرونتات، وبعمل حاجات قليل اللي بيعملوها في العالم، ودي اوريدي انا كنت بعملها وهرجع اعملها باذن الله، زي مثلا وان ارم فرونت ليفر بول ابس وحاجات تانية كتير في الفرونت. انا مؤمن ان انا اقدر ارجع اعمل المستوى ده واكيب اب بقى مع المستويات اللي بره، زائد ان انا عايز اعلي البلانشات ان هي تبقى قريبه من الفرونتات، وده شغال عليه، زائد عايز اعمل حركات اكستريم بقى في الدايناميك 720، الحاجات اللي هي انت بتشوف عدد قليل بيعملوها، ولما بيعملوها بتلاقي معظمهم معهمش اصلا حركات تانية. فانا عايز اعمل باكج كده ما اتعملتش في العالم قبل كده، يعني حتى اللي مجمعين بين اللي بقول لك عليه ده كله، اللي هم انا مش عارف هم مين، يعني مش جاي في دماغي حد، هو لو موجودين هيبقى واحد اتنين مثلا، ثلاثة أربعة بالكتير في العالم، مفيش حد منهم هيفي ويت، مفيش حد منهم في طولي او في وزني. يعني قد يكون اللي انا بتخيله مش منطقي، بس هو بالنسبه لي منطقي، وباذن الله هيعمله. بسم الله. ايوه 1 2. ربنا يبعد عننا الاصابات بس، عشان دي اكتر حاجه بتعطلني. واصاباتي ما بتجيش يا جماعه عشان انا بتقل في التمرين وببهدل نفسي، اصاباتي بتيجي زي ما شفتوا كده، رجلي اتكسرت ازاي يعني، مره ماشي رجلي تتلوي تتكسر، مره نايم اصحى الاقي اي سي جوينت سيبريشن، يعني كل اصاباتي غريبه. ما علينا. دلوقتي هخش شويه باك اكستنشنز هنا، عشان اللور باك زي ما قلت لكم عايز اقويه واكبره اكتر شويه، فهشتغل عليها هنا. الجي اتش دي ده جهاز ممتاز قوي بالنسبه للبادي ويت، ان انت بتعمل عليه تمرينات بادي ويت. انت هنا كانك مثلا نايم على ترابيزه مثلا ومنزل جسمك، بس في حاجه ماسكاك رجلك. هوري لك دلوقتي. بسم الله. تقريبا التمرينات اللي انا بعملها معظمها مش بتاكتيفيت اللور باك قوي، فعشان كده انا محتاج ان انا اعمل تمرين زي كده دلوقتي. خلي بالك من حاجه، ان انت تعمل عضلات من الكاليستينكس، ازاي تعمل عضلات من الكاليستينكس؟ محتاج ان انت تعمل فوليوم كفايه، بمعنى تعمل عدات او تثبت اوقات كفايه عشان تبني عضلات. اللور باك شغال بطريقه مخلياني حاسس ان هو ما كانش شغال اصلا في التمرينات، يعني بيشتغل قليل قوي وما بوصلوش للكونتراكشن اللي واصل فيه دلوقتي. فدي من الحاجات اللي بتقولي ان انا فعلا محتاج احط له تمرينات بتشغله هو سبيسيفيكلي يعني. واسف لو بتكلم انجليزي في الموضوع كتير، بس عشان الحاجات اللي انا بذاكرها، وعشان في ناس برضو بدربهم اجانب، فبتكلم انجليزي كتير ومصطلحات بتبقى بالانجليزي، فبضطر اقولها، انما انا مش بتكلم انجليزي في نص الكلام طبعا اللي يتكلم انجليزي في نص الكلام براحته، بس قصدي يعني انا ما بعملش كده او ما بحبش كده، وما بشوفهاش ان هي شطاره او ان انا كده احسن. انا بحب اتكلم عربي، شايف ان دي الشطاره، ان انت تعرف تتكلم عربي لغتك. مش مهم تتكلم انجليزي ازاي او اسباني ازاي، مهم تتكلم عربي ازاي. من الجمل مثلا اللي انا بلاقي ناس كتير بتقولها غلط، كلمه بناء، وبناء عليه انا هعمل كذا كذا، دي بتستفزني قوي بصراحه، يعني هي بناء. فمش عارف يعني، انا بالنسبه لي بدقق في حاجات كتير، ممكن ناس تدقق انت بتقول كلمه انجليزي غلط وفلاح وبتاع. انا بصراحه الكلمات دي بتضايقني، بس ما بقولش على حد فلاح يعني. العشاء بتأذن. ضمن الحاجات برضو اللي بتضايقني في التمرين دلوقتي لازم اصلحها، ان انا اوقات بتمرن في الوقت اللي زي ده فبسقط صلاه المغرب، تيجي عليا العشاء وانا ما صليتش المغرب. دي لازم اظبطها بقى كده، فوق نفسي، وكده كده عندي وقت يعني، حتى لو ما عنديش وقت وقف التمرين وصلي. ده انا بكلم نفسي يعني، انا بقعد اتناقش مع نفسي كده عموما. فالحته دي ما كانتش للكاميرا قوي، لنفسي، عشان بحب اشوف ايه الحاجات، بحب دايما انالايز او احلل ايه الحاجات اللي انا بعملها وايه الصح فيها وايه الغلط فيها، وابتدي اصلح. انا عارف ان كده كده عمري ما هفضل اعمل كل حاجه صح، وعمري ما هفضل اغلط، واللي بيحدد كده اللي انا بقرره، هعمل صح ولا هغلط. فاتكلموا مع نفسكم، لان انا اوقات ببقى ماشي بتكلم مع نفسي فعلا، والناس تقول لي انت بتكلم نفسك، بكلم نفسي، فيبصوا لي باستغراب كده، فاقول لهم انتوا ما بتكلموش نفسكم؟ يقولوا لي لا، فانا بستغرب اكتر يعني. انت لو ما بتتكلمش مع نفسك وما بتحاسبش نفسك وما بتسالش نفسك هو انا ليه عملت كده، طب ايه اللي محتاج اغيره، فدي كارثه اصلا يعني. انت مضيع على نفسك حاجات كتير قوي ممكن تتعلمها من ان انت بس تبص على ايه اللي عملته في اي موقف، وتحدد ايه اللي انا عملته صح وايه اللي عملته غلط، واللي عملته ده غلط ده عملته بسبب ايه، وازاي ممكن اصلحه المره الجايه. هتتطور بشكل انت لا تتخيله. ففكره ان انت ما تتكلمش مع نفسك دي اكبر غلطه ممكن تعملها. طيب انا هكتفي بهذا القدر من التمرين، تمرينه سريعه كده، عشان انا الساعه دلوقتي 9:15، فانا المفروض اصلا لسه عندي شغل هعمله عشان البطوله، وعندي شويه حاجات تانية اعملها، وهحاول انام. غالبا مش هعرف انام من الكافيين اللي انا واخده، بس محتاج اخلص التمرينه دلوقتي. فهوريكم ابديت سريع كده للفيزيك. محتاج بس مش عارف ده احطه فين. دي الفيزيك بتاعتي حاليا.
لسه محتاج بقى اتعلم بوزنج شويه عشان مش في بوز. مش عارف الاضاءه دي عامله ايه عليا، مش راضي عن الشيب قوي، بس الحمد لله يعني احسن من الاول. محتاج ان انا اشتغل اكتر. عايز اشوف بقى ايه يعني، ده كمان انا بصوره ليكم عشان عايز اشوف الشهرين 3 الجايين لما اعلي فوليوم في التمرين شكل جسمي هيبقى عامل ازاي. ده شكل جسمي حاليا، خلينا نشوف بقى ايه هيبقى عامل ازاي كمان شهرين 3. ده دراعي، دي البايسبس. اشوفكم في فلوج جديد. هنهي الفلوج ده دلوقتي. قولوا لي لو عايزين تشوفوا فلوجز من النوع ده تاني، اللي هو عشوائيه مجرد تمريني كلام انا مش مجهزه، شوف هنتكلم في ايه. بصراحه انا بدات ان انا الفتره اللي فاتت اتكلم مع الناس اكتر. انا شخصيه انطوائيه بطبعي، لكن بدات اتكلم اكتر، بدات اقول اللي جوايا اكتر، فعندي طاقه رغي كبيره. وانا دايما برغي عشان ما تفهمونيش غلط، انا دايما برغي بس مع نفسي، يعني انا بتكلم مع نفسي بالساعات. فدلوقتي ممكن ابدا اطلع الكلام ده على الكاميرا وربنا يسترها. مش عارف اقول ايه، بس قولوا لي يعني، عرفوني كده في الكومنتس، واشوفكم في فلوج جديد. هحاول مش وعد، بس هحاول ان انا كل اسبوع اعمل فلوج، واشوفكم على خير. السلام عليكم. نسيت اقول لكم ان انا مبسوط قوي ان انا رجعت على الاسفلت تاني، مبسوط ان انا رجعت اعمل الحاجات اللي انا بعملها الحمد لله، ويعني مقدر اكتر كل النعم اللي ربنا حاططني فيها. متفائل خير باللي جاي. الفتره اللي فاتت كانت صعبه عليا فوق ما تتخيلوا، من اصعب الفترات في حياتي يعني، مش بس عشان رجلي اتكسرت، يعني ربنا اراد ان كل الاتجاهات في حياتي تضرب مره واحده. بس ده دايما انا ببقى يعني، على قد ما ببقى متضايق على قد ما انا ببقى فاهم ان ده رساله من ربنا عشان تفكر في حياتك وتعيد حساباتك مره تانية. وانا عدت حساباتي، واظن يعني ان انا صلحت او وجهت نفسي بشكل افضل، ومتاكد ان ده مش اخر اعاده توجيه هعملها في حياتي. ان شاء الله مع الوقت يبقى افضل، ان شاء الله تشوفوني بنسخه جديده مختلفه متميزه حلوه، مبسوط وابسطكم وساعدكم تساعدوني. وبس كده، كفايه رغي يا عمر، كفايه رغي يا عمر يا جبلي. انا اسف بوريكم النسخه دي مني، بس يعني احتمال تشوفوها كتير الفتره الجايه.